أهلًا، أهلًا، يسعد لي أوقاتكم، يسعد لي صباحكم، يسعد لي مساكم، يا أحلى وأغلى متابعين بالدنيا كلّياتها، كيفكن لليوم حبايب القلب؟ طمنونا عنكم إن شاء الله يكون الكل بخير وصحة وسعادة يا رب. اليوم الفيديو حيكون عبارة عن تسوق عن طبختي لليوم، إنه روتيني اليومي كامل بين التسوق بين مشترياتي كمان للخضرة وبين طبختي، ونهايتها مسك تتابعوا الفيديو للآخر لتعرفوا شو نهايتها شو عملت بآخر الفيديو. هلا كنتوا شايفين اليوم غيرت عن الروتين القهوة صراحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا عملت هون عندي كان حليب، شايفين القشطة اللي عليه غشق الحليب ما شاء الله كتير كتير طازة، القشطة اللي عليه كتير كتير يعني تقريبا أنا من الحليب أخدت شي تقريبا علبة صغيرة قشطة من على الوجه. أنا عم بفور الحليب، فحبيت اليوم غير شوي عن القهوة، وحبيت أشرب فنجان من الحليب وحطيت حبل منه كعك. هذا الكعك جبته من الفرن كمان طازة سخن كتير طيب يا صبايا كتير كتير. هلا كده مش رح آكل 3 حبات، أكلت حبة وحدة من الكعكة. هذا كعك بحي بيقولوله، وشربت فنجان الحليب، وإجا أبو محمد هون بالفترة ونزلت أنا وياه على السوق. حبيت أعمل هيك فكرة التسوق وروح على السوق. بحاجة صراحةً لشوية أشياء أغراض إنه ألبسة، اتسوقتن واشتريتن، وهيك حبيت آخدكم من شوي لليوم إنه أنا شو بدي أعمل، شو مشترياتي لليوم، أخدكم كزدورة معي بالمشتريات. كالعادة كانت الأسعار كتير مرتفعة، أسعار الألبسة، أسعار الخضرة، شو بخبركم كل شي بتخطر في راسكم كله مرتفع، ما في شي منه مرتفع، يعني الأسعار صارت واو. وهيدا أنا هيك حبيت كمان صوركم الطريق هيك تتفرجوا معي كمان أجواء الطريق كانت كتير حلوة. كان الطقس شوي مغيم مش كتير، يعني شايفين معكم السما ما كل هالشي صافي يعني. كان في هوا كمان اليوم، طقس خريفي بس الطقس كان كتير حلو. هيك تركتكم مش عم بحكي بالفيديو لتستمتعوا بالطريق، ولا هيك تستمتعوا دخلت السوق. كانت أجواء السوق كتير حلوة، بس كان على فكرة ما في عجقة أبدا أبدا. بالعادة كنت انزل على السوق تلاقوا العالم العجقة، يعني عن جد كنت أحسن أكتر الأحيان ما أحسن صور بالسوق أبدا أبدا. بس اليوم صورت إن كان في شوية إنه كتير ضغط في عالم، أنا بتعرف في ناس ما بتحب تطلع بالكاميرا. هيدا أول محل ألبس نسائي دخلت عليه، أنا من هون تسوقت كنزة كتير كانت حلوة. شايفة الكنزة أول وحدة البيضة هاي اللي اشتريتها، بس غير ما قلوب حب كان عليا غير اشياء. هذا محل كتير مرتب وكتير يعني بضاعته كتير حلوة، يعني بتاخدوا القطعة من عنده ما بتندموا أبدا أبدا. هي صبية صاحبة المحل، وإذا عم تشوفني بقول لها هاي كيفك شو أخبارك. كانت كتير مخدومة ومعاملتها كانت كتير كتير حلوة معنا. هون فرجنا على كل شرط، قلت لها معلش صور، قالت لي ولو مدام تكرم عينك. قعدت صور هيك المحل الاشياء الموجودة، كانت حلوة كتير القصص عندها يعني. وحتى كانت عاملة سولدات لليوم، بتعرفوا انه وقت طقس انه بده ينزلوا الشتوي، فكانت عاملة اوفر على كل القطع يعني. هذا هو اسم المحل، بحب يتفرج او يدخل عبر الانستا. هو محل اطفال كمان صبايا دخلت عليه، عن جد عن جد. معني كانت حاطة 50%، حاطين اشي عروضات عليا. الاشي 50%، تخيلوا صبايا حقها $50 $100. هاي بالعروضات. منزلين تقريبا الخريفي مش الشتوي، الشتوي كتير لا، بس في ميل التاني في الفرو الشتوي اذا بدنا. بس هون فرجيتكم هذا قسم تقريبا ربيعي، يعني كل شي فيه بقلبه قطن، اشياء كتير حلوة كمان. بس شي حلو يا صبايا من الاخر، شي فاخر من الاخر. كفيت هيك تسوقي محلات حتى عم بتسوق. اخر شي رحت على محلات الادوات المنزلية. شو بخبركن، اللي بيدخل على هذا المحل ما بيطلع. انا من هون على فكرة كل الاشياء اللي بشوفوها بحطها كلها من عنده، صواني القهوة الكبايات، تعاطي الورد من عنده بجيبهم كله هذا المحل. انه كل مرة بقول بدي اصور لكم منين بشتري اغراضي، هذا المحل صورت لكم اياه. محل كتير حلو، حتى اسعاره بضاعته كلها تركية على فكرة، اسعاره مقبولة عن غيره يعني. شايفين هيدي الذهبية تبعت الغاز، مش حفة مش للغاز هيدي، يعني اي صينية فرن طالعة لبريق الشاي هيدي جبت منها كتير منيحة ومريحتني كتير. كان اي شي سخن بدي احطه على الطاولة اتضايق، فجبت منها هيدي حطيتها تحت الطناجر تحت الصواني، اي شي بتستخدموها كتير منيحة.
وهون كان تسوقي لليوم، بتعرفوا أنا باسوق من الأسبوع لأسبوع، بيكون عندي فقرة التسوق أو يوم عفوا التسوق، فهي الفقرة. جبت فواكه لليوم كان لعيلتي، جبت لهم التفاح، الرمان، اللهم صل على سيدنا محمد. كان رمان والتفاح والكلمنتين، جبت له الموز، بس الموز صراحة نسيته بالأرض ما صورته، بس بيطلع معكم بعدين. جزر، بقدونس، ملفوف، بندورة، خيار. الخيار والموز الله وكيلكم تركته بالأرض ما صورته، بس إنه هي الفقرة هيدا اللي اشتريته وتسوقته لليوم من فواكه ومن أكل. وهيك ما صورت لكم التفاصيل عنها. كان غداي لليوم هو فخاد بالفرن مع بطاطا، لأني كتير نزلت على قناتي وصار كتير عملتها، فإنه قلت لأ ما بقى بضل إنه اشرح لهم شو حطيت من البهارات، أكيد الكل بيعرف صار طريقتي بعمل الدجاج. بس الميز اليوم صبايا خبركن عنها يلي عملتها وأنا حبيتها كتير، يعني بحكيكن عن البطاطا. بعد ما تبلت الدجاج حطيت البطاطا صراحة هالمرة معهم، تبلتهم كلهم مع بعضهم. بالعادة بتاكل البطاطا على جنب، لا هالمرة مع بعضهم. طلعت طعمة البطاطا متشرب الصوص اللي حطيته كلياته. وهاليوم كان عندي لبن، حطيت حتى معلقتين من اللبن للدجاج، يعني طلع نيفة نيفة، نمسك الفخدة تسحب العظام كلياتها، مع معلقة الخل كمان. يعني ماما الولاد يقولوا لي ماما طعمة البطاطا كتير كتير طيبة، عطيه طعم ماما كتير روعة عن جد، يعني أكثر من لذاذة. جربوا انتوا ساعة تنقعوا الدجاج بتتبلوه بالبهارات، حطوا حتى البطاطا قطعوها حطوها معه، يعني هيدي اليوم كانت كتير طيبة. وحتى لون الدجاج طلع روعة روعة قد ما بخبركن. وصراحة أنا حبيت أطلب اليوم سجاد من السلطة، أنا بحب أعمل كمان تبولة، بس كنت كتير تعبانة ومعجوقة، بتعرفوا روحت السوق بتصعب كتير كتير، من محل لمحل عم يبرم بالسوق، الله وكيلكم رجلي وجعوني. بس حبيت كل فقرة بفقرة أصور لكم إياها لتكونوا معي بكل تفاصيل أو كل روتيني لليوم. هون السلطة بعد ما قطعتها فرمت عفوا، حطيت بصل، بندورة، بقدونس، خيار، وحطيت رشة من الملح وحصرت لها حامض. وهيك طلعت صينيتي من الفرن الفخاد لحاله، المنظر يتكلم مع صحن السلطة والفلفل الخضراء والحامض حطيت حدا. وعندي كان صحن حمص أنا عاملته شغل إيدي، يعني منه مشترى جاهز أبدا أبدا. هاي كانت وصفتي لليوم من الدجاج بالفرن والفخاد بالفرن مع السلطة مع الحمص. عن جد كان غدا رائع جدا، الله وكيلكم اشتهيتكم معي. تفضلوا مدي ايدكم يا صبايا. وبعد المنة شلتهم الحمد لله رب العالمين وجديت الجليات. ولا ابني شو بيقول لي طلباتك اوامر يا ماما، الماما جاي عبايلي كريب، حاب تعملي لي اياه، اني تعبانه كتير كتير عم بقولكن. بس قلت له طلباتك اوامر يا ماما، ما حبيت خجل ابني وتكرم عيونه. تكرم عيونك يا ماما، هاي على الكاميرا عم بقول لك اياها. فقمت حطيت حبتين من البيت فقط، حطيت رشة من الملح ورشة من الفانيلا ومعلقتين من السكر، وهيك خلطتهم مع بعضهم. وبحاجة لزبدة 100 جرام، كباية من الحليب، وكباية من الطحين. طريقة أسهل من هيك ما في، عن جد جربوها، طريقتي كتير سهلة وكتير مبسطة. صحي تعبانة بس ما أكلت معي هالقد شغل. قوام بالمكسر ما نزلت الخلاط حتى ما قعد 3 ساعات اجلي. حطيت هيك خلطتهم مع بعضهم، واخر شي ضفت عليهم الطحين. وهون هيك شايفين معكم عم نخله، بس بنوتي قال هي بدها تساعدني ماسكه، شايفين معكم قال شايفه قال عم بتنخل. الله يوفقكم، علت لي قلبي وقفي حدي. بعد منها بالسباتولا قلبت المكونات كلياتها مع بعضها ليتقاوم عندي المزيج. فيكن انتو تصفوا، بس انا صراحه ما صفيته المزيج ابدا، طلع المزيج عندي روعه. هي زبدة دوبتها واخر شي ضفت عليها. انا كنت لازم صراحه انه لو اي خبر شلتها قبل، اذا بدكم تشيلوها من قبل من البراد خلوها بحراره المطبخ، بس انا اجتني فجأة الطلبيه ولبيتها بسرعه. هيك الله يخلينا اولادنا ويخلي اولادكم، يعني ما في احلى هيك من العيله والولاد عن جد. هيك قعدنا عملنا سهره كتير حلوه. كانت سهرتنا هي التحلية الكريب. كتير عن جد شايفين القوام، قوامه طلع روعه. خميره ما حطينا له هي الفقاعات كلها من البيض، لاني انا خلطت البيض منيح لعندي صار لونه كاشف. هيدا القوام يلي حصلت عليه من الكريب. هون بتقلي زيتها يلي دوبت فيها السمنة، شايفين معكم أكيد أثر الزبدة، عفوا الزبدة موجودة، بس معلش يعني، بس أنا ما عاد حطيت أبدا أي شي عليها، لأني كمان التقلية اللي عندي ما بتلزق أبدا أبدا، كتير نوعيتها منيحة. وهيك عفرجيكم القوام، وبلشت كمان اسكب حط بالتقلية. بس أنا أول ما شغلت على التقلية كانت نار قوية، بعد منها ضعفتها. وهلا بالفيديو بتشوفوا إنه الغاز قدام ضاعفته تحت المنة.
حتى الشيلة ما بياخد معكم وقت أبدا أبدا. شايفين أضعف شي حاطته، بس طلع الكريب يعني بيعقد كتير. طعمته طيبة وطراوة العجينة طلعت معنا كتير كتير روعة. يعني جيت فرجيكم هيدي كانت سخنة، استركت ما استرجيت، لأ كانت كتير سخنة. شايفين العجينة الكريب كيف طلعت معي كتير حلوة. طلعوا معي المقدار اللي طلع معي 15 حبة من الكريب من هالكباية واحدة الطحين. قوموا على عيالكم بهالسهرة وعاملين لهم الكريب بطريقة كتير سهلة. بس أنا كان ابني حاب أعمل له إياه قلب الفريز، بس صراحة ما في فريز أبدا. قلت له ماما مستحيل حصل ألاقي لك فريز، فعملت له إياه فقط بالموز. بس عن جد هو هاي الوصفة بتحب الفريز سبحان الله، حتى بتعطيها جمالية بالتصوير كمان. وهيك وصلنا لمرحلة نهائية. هلا شو عم زينه هيك، بزينه بالشوكولا والموز كمان. واخر شي عندي الصوصات، عندي صوص الكراميل، عندي صوص الفريز، عندي صوص الشوكولا. اخر شي بعد ما عملته بهيك الطريقة على طريقة الساندويش، بتحبوا طريقة نقوله للجيبة، هذا كمان طريقة الجيبة كمان حلوة كتير كتير. بس الله وكيلكم ما رح اعمل وحدة حوالي الولاد ناطريني ياخدوا. فاخر شي حصلتها الثلاثة انه لصوروا بس معكم، ماما اتركوني صور، ماما بدنا نصور، وهن الله وكيلكم بس بدهم ياكلوا. فعملتهم بهيدي الطريقة زينتهم بالصوصات اللي بتحبوها انتو، فيكم كمان تدخلوها. هنقول ما عنا فريد او ما عنا شي اي نوع نكهات بتحبوا تدخلوها بيطلع بالبقلة. انا بهالطريقة زينتهم. بتمنى اليوم روتيني متسوق من طبختي لليوم من فخاد على البطاطا بالفرن مع التحلية اخر الليل تكرم عيون ابني الكريب. وهيك وصفتي بقولوا او نهائي صارت جاهزة. وبودعكم حبايب القلب، بشوفكم بروتين جديد أو بنهار جديد، وانتو خبروني شو بتحبوا من وصفات من حلويات، اكتبولي بالتعليقات. وبودعكم باي باي، بشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد حبايب القلب. ما تنسونا من صالح دعائكم، وبودعكم باي باي.